السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي افضل حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الجمال اللي قدام حضراتكم دي. عجينة سهلة جدا وطريقة التشكيل مفيش اسهل من كده. قبل ما نشوف الخطوات مع بعض، يا ريت لو لسه ما اشتركتوش في القناة تنزلوا دلوقتي تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد بقدمه. ويا ريت كمان ما تنسوش تعملوا لايك. اول حاجة يا جماعة دلوقتي معايا 300 ملي من الحليب، يعني كوباية ونص من اللي هو مج الشاي، يعني الكوباية المعيارية اللي هي سعة 200 ملي. هكتب لحضراتكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل زي ما حضراتكم شايفين، وهنزل عليهم كمان بكوباية من المية 200 ملي، وهنزل عليهم كمان بأقل من نص كوباية سكر، يعني بشيل بس معلقة كبيرة حوالي 4 معالق كبار سكر، وعليهم معلقة ونص من الخميرة الفورية. العجينة دي يا جماعة نقدر نستخدم فيها اللبن القاطع، يعني لو اشتريتي لبن وجيتي تغليه لقيتيه قاطع عادي جدا اوعي ترميه، هنستخدمه مفيش اي مشكلة خالص. بس اهم حاجة انك تدوقيه علشان تتأكدي هل هو مر ولا لأ. ودلوقتي بعد ما قلبتهم مع بعض كويس هنزل عليهم بربع كوباية من الزيت حوالي 40 ملي، وهنزل عليهم كمان ببضاية كاملة ومعلقة من الفانيليا ومعلقتين كبار من الحليب البودر. وبرضه هقلبهم كويس جدا، تقدري تقلبيهم بمعلقة او بالمضرب السلك. انا اشتغلت كل خطواتي زي ما حضراتكم شايفين بالعجان. بعد ما قلبتهم كويس جدا وامتزجوا كويس جدا مع بعض، هنزل بقى دلوقتي عليهم بكيلو من الدقيق ومعلقة صغيرة من الملح، وعليهم كمان نص معلقة من البيكنج صودا اللي هو الكربوناتو يا جماعة. ده بيدي هشاشة وطريان للعجينة بشكل رهيب، جربوه هيعجبكم جدا، أفضل بكتير من البيكنج باودر. ودلوقتي هنزل بالدقيق بتاعي بالتدريج زي ما حضراتكم شايفين. هنزل الأول بنص الكمية وهشغل عليهم العجان على أقل سرعة علشان بس يمتزجوا كويس مع بعض قبل ما انزل عليهم ببقية كمية الدقيق. ودلوقتي هنزل ببقية كمية الدقيق مرة واحدة زي ما حضراتكم شايفين، وبرضه هشغل عليهم العجان في الأول على سرعة بطيئة، يعني على رقم واحد بس، وبعدين هبدأ أعلي السرعة بالتدريج. أنا عايزة العجينة تبقى طرية وتكون بتلزق في الايد، يعني حاجة بسيطة كده ما تكونش بتلزق قوي في الايد زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدأ بقى انزل عليها، العجينة لسه يابسة معايا شوية، هبدأ انزل عليها بحوالي نص كوباية من المية بالتدريج، بس هنزل عليها شوية بشوية، يعني ما تنزلوش بالمية يا جماعة مرة واحدة، انزلوا بيها على 4 مرات. اهم حاجة بس ان احنا نعجنها كويس علشان احنا زي ما قلنا عايزين عجينة طرية تكون يعني بتلزق في الايد بشكل نسبي، يعني مش بتلزق قوي، هنشوفها مع بعض دلوقتي. برضو دلوقتي نزلت كمان بكمان معلقة كبيرة من المية، وبرضو هعجنها كويس جدا. ودلوقتي بقى هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الزبدة او السمنة البلدي المتاح عندكم يا جماعة. هي طبعا بيتحط لها زبدة، بس انا حابة ان انا اجرب النهاردة اضيف لها معلقة من السمنة البلدي. وبرضو هشغل عليها العجان تاني في الأول برضو على سرعة واحد، وبعد كده هعلي السرعة بالتدريج وهسيبها لحد ما تتعجن كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين العجينة بقت ناعمة وطرية جدا ومش بتلزق في الإيد. شايفين قد إيه ناعمة وطرية. أنا هنزلها دلوقتي على الرخامة وهنرش البولة بتاعتنا رشة من الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده. وقبل ما انزل فيها بالعجين انا هلم العجينة تاني، هفتحها والمها كويس تاني مع حضراتكم، يعني هعجنها تاني عجنة بسيطة حوالي دقيقة بس مش اكتر، وهكورها والمها يا جماعة وانزل بيها في البولة بتاعتي اللي مدهونة بالزيت زي ما حضراتكم شايفين. انا هدهن بس الوش دهنة بسيطة زي ما حضراتكم شايفين كده بايديا، بس همسح عليها وبعدين هغطيها بستريتش وهغطيها بفوطة واسيبها لحد ما حجمها يتضاعف معايا. ودلوقتي ما شاء الله شايفين يا جماعة العجينة اختمرت قد ايه. هنديها بقى بوكس حلو كده علشان نطلع منها الهواء الزايد، وهننزلها بقى العجينة كلها على الرخامة وهنبدأ
نعملها على شكل اسطوانة علشان أبدأ أقطعها كور يا جماعة واسيبها لحد ما ترفع تاني. هنجيب بقى دلوقتي صينية مدهونة دهنة بسيطة جدا من الزيت زي ما حضراتكم شايفين، مسحة بسيطة قوي. وهبدأ بقى أقطع معايا العجينة بتاعتي على شكل كور، الكورة بحجم البيضة أو أكبر من البيضة، حاجة بسيطة جدا، وتقدروا تكبروا أو تصغروا حسب ما انتوا حابين. أنا قطعت كيلو العجين قطع معايا بالظبط حوالي 24 أو 25 قطعة زي ما حضراتكم شايفين كده. هكمل بقى الكمية كلها وارجع اوريها لكم بعد ما اخلصها تقطيع، علشان بس ما اطولش على حضراتكم الفيديو اكتر من كده. ودي كل الكمية بعد ما خلصتها تقطيع. هغطيها بقى دلوقتي بكيس نايلون، ودي خطوة مهمة جدا يا جماعة عشان وش العجينة ما ينشفش معانا. ودلوقتي عشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو برضو، انا جهزت العجوة بتاعتنا او التمر، معجون التمر. حطيت عليه معلقة من السمنة البلدي وشوية سمسم محمصين. ودلوقتي هجيب كيسين من أكياس التلاجة، هفتحهم وهحط ما بينهم قطعة التمر بتاعتي، وهحاول أفردها على شكل دايرة عشان أستخدمها في الحشو. الكيسين بيسهلوا عليا يا جماعة عملية الفرد جدا، وكمان علشان أنا وأنا يعني بهرس التمر هرسته بمعلقة من السمنة مش هتلزق معايا في الأكياس. وزي ما حضراتكم شايفين بتتشال معايا بكل سهولة وبساطة. هاجي بقى دلوقتي هسيبها على جنب، وهجيب قطعة من العجين هرش الأول رشة بسيطة جدا من الزيت، وده بديل الدقيق يا جماعة، بيبقى أفضل وأحسن وبيساعدني إن العجينة ما تنشفش معايا وما تبقاش يعني يابسة معانا. والطريقة دي تقدروا تستعملوها لو في مرة وانتوا بتعجنوا العجينة حسيتوها انها بقت قاسية معاكوا شوية او انها نشفت شوية. دهنة الزيت البسيطة دي هتسهل معايا انها تطرى تاني، وهتبقى سهلة جدا زي ما حضراتكم شايفين. انا برضو جبت القطعة وشكلتها على شكل دايرة ونزلت عليها بنص كمية التمر اللي احنا قصناها من شوية، وهاجي بقى اقفل عليها النص التاني، يعني بحطها زي ما حضراتكم شايفين في النص بس، واقفل عليها واقفل كويس جدا من الاطراف. ونحاول يا جماعة نراعي ان العجينة تتقفل على بعضها بالظبط عشان هتفرق معانا جدا في الشكل النهائي زي ما حضراتكم شايفين كده. وهاجي بقى دلوقتي بضغط عليها بس ضغطة بسيطة علشان اثبت فيها التمر، وهبدأ اعمل فتحتين، وهاجي على الطرفين وهخليهم يتلاقوا في النص بالظبط، وهضغط عليهم كويس عشان اثبتهم. وهاجي اخد القطعة اللي انا قصيتها من النص وهحطها واقفلها كويس جدا لورا زي ما حضراتكم شايفين كده. ادتني شكل الفيونكة، الشكل بيتكلم عن نفسه. والطريقة سهلة جدا وبسيطة وما فيش أسهل من كده. هنعمل واحدة كمان مع بعض بس عشان المعلومة تتأكد. ودلوقتي هبدأ أرصها في الصواني يا جماعة، وهبدأ أعمل واحدة كمان. لو الصواني بتاعتكم زي بتاعتي كده ستانلس ستيل هنرشها بس رشة بسيطة جدا من الزيت ونمسحها بمنديل، أما لو هي ألمونيوم فمش هندهنها حاجة خالص. وزي ما حضراتكم شايفين جبت قطعة تانية من العجين وبرضو فردتها على شكل دايرة، وحطيت فيها نص كمية التمر اللي احنا عملناها أول مرة. وهبدأ برضو أقفل عليها كويس جدا، أنا بحطها في نص العجينة من الطرف علشان أقفل عليها النص التاني زي ما حضراتكم شايفين كده. وبرضو بحاول يعني أضغط عليها خفيف جدا بإيدي علشان أثبت بس الحشوة في الناحيتين. وهاجي بقى دلوقتي عملت فتحتين من النص ولميت الطرفين بتوع العجينة وقفلتها كويس جدا بالرباط لورا زي ما احنا شايفين. هعمل معاكم بقى دلوقتي واحدة بالجبنة، برضو هفردها كويس جدا بالنشابة، وتقدروا تفردوها بايديكم بس النشابة هتبقى اسرع معاكم. وهاجي بقى دلوقتي وهحشيها جبنة، تقدروا تحشوها اي نوع جبنة انتوا بتفضلوه. لو هتستعملوا يا جماعة جبنة اسطنبولي يا ريت تحطوا عليها معلقة كبيرة من الجبنة الكريمي او من اي نوع جبنة تاني تكون قابلة للدهن علشان بس تسهل معاكم عملية الفرد، او تستبدلوها بمعلقة من الزيت. حضراتكم شايفين برضو بعمل بنفس الطريقة، وبضغط برضو عليها عشان اثبت فيها الجبنة، وبرضو بلم الاطراف، وبرضو باجي من النص وبعمل الطرف بتاعنا لورا
وبقفله كويس جدا. وبرضو حاولوا ان انتوا تيجوا عليها من النص وتقفلوا الحشوة عشان تضمنوا انها ما تطلعش بره. وده شكل العجينة بعد ما خلصتها كلها تشكيل، وسبتها حوالي نص ساعة بعد ما خلصتها كلها بس عشان حجمها يتضاعف وتخمر مرة تانية. وهاجي بقى دلوقتي معايا تلت كوباية من الحليب، حوالي معلقتين كبار، نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان، وهبدأ أدهن الوش بالفرشة كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. وتقدروا تستبدلوا الخطوة دي بصفار بيضة، ونحط عليها كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، ونحط عليها كمان معلقتين من الحليب، ونقلبهم مع بعض كويس وندهن بيهم الوش. وهجيب بقى رشة من السمسم وانزل بيها على الرباط بتاعي، بس انا مش هحط على بقية القطعة خالص، مش هحط على الفيونكة كلها، هو الرباط بس مش اكتر، بيديني شكل في النهاية. انا دلوقتي يا جماعة مشغلة الفرن بقاله حوالي اكتر من 10 دقايق، يعني لازم الفرن يكون حامي جدا قبل ما ادخل فيه بالمعجنات بتاعتي. هبدأ ادخل فيه على الرف التاني، تاني رف من الاسفل، وهحط المعجنات بتاعتي، وكل 5 دقايق كده هبدأ ان انا اضيرها علشان اضمن انها تاخد لون من كل الجوانب. وبمجرد ما تبدأ تاخد لون من اسفل هشغل عليها الشواية علشان الوش كمان ياخد اللون اللي حضراتكم شايفينه. وهاجي بقى دلوقتي هغطيها اول ما اطلعها على طول بفوطين، وهحط عليها كمان كيس نايلون علشان بس يطريها اكتر. شايفين التسوية وشايفين الجمال، ده شكل برضو تاني حبيت ان انا يعني انوع فيها كده، ان شاء الله هنبقى نعملها مع بعض بعد كده. شايفين دي اللي بالجبنة، انا بس حبيت احط عليها رشة بسيطة من حبة البركة. شايفين قد ايه طرية وجميلة ما شاء الله، بجد يا جماعة تحفة، هتبهر ولادكم هيحبوها جدا. وشايفين التسوية، شايفين القعر عامل ازاي، بجد بجد خطيرة شكلا وموضوعا. الولاد حبوها جدا وكانوا مبسوطين من شكلها، يعني خروج عن المألوف، دي حاجة برضو بتبسط الأولاد. واتمنى ان انتوا كلكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم فيها في التعليقات، ولو حابين أي وصفة جديدة نعملها مع بعض. ودمتم في حفظ الله ورعايته.